السلام عليكم الشيرات، كي راكم غاية؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناتي، قناه وصفات بنت الحاجه. اليوم ان شاء الله نبارطاجي معكم هاد لا غوسيت اللي هي غوسيت كروك مسيو. اي معايا نشوفوا لي زانغريديون وطريقه التحضير ونبداو على بركه الله. بسم الله. الوصفه تاع اليوم عندي هنا البان دمي ولا هاد الخبز تاع هذا تاع الساندويتش. عندي جبن مبشور، عندي كريم فريش، وعندي تاني هاد الفرماج كاري تاع الساندويتش، عندي الملح، وعندي هاد لا ترونش تاع الدند ولا تاع البولي، كل واحد يدير شي يبغي، وعندي الفلفل الكحل ولا الحار. في بلا هنا ندير بابي كويسون، بعد نبدا نحط في الخبز تاعي هكا نفرشه. بالنسبه للخبز كل وحده دير على حسب افراد العائله تاعها. فوالا هنا كي درت هذاك الخبز عندي هنا كريم فريش ندير شويه تاع الملح، ما تكثروش الملح، فلفل الكحل نخلطها مليح ونكمصها ندير في داك كريم فريش هكا فوق داك الخبز. هي ونطليها هكا كاع الخبز كيما هاك بهذه الطريقه. كي طليت هذاك الكريم فريش فوق الخبز غادي نجيب داك الطروش تاع الدانت هي ونديره كيما هاك على حسب الخبز كنسقمه. وعندي هاد الفرماج كاريه تاني كنديره تاني فوق داك الطروش. فوالا وصفه سهله توجد بالخف هكا، تكونوا عيانين ولا مش قادين طيبوا ولا للدراري. وصفه هذه تاع بو خفيف. ومن بعد نجيب داك الخبز تاني كنطليه تاني بالكريم فريش ايوا نبلع بيه الحب بهذه الطريقه. ساهل ماهل. هنا كي كملت كاع بلعت دوك الحبات فاني نجيب شويه تاع كريم فريش هيا ونطلي تاني الحبه من الفوق باش كي نديرو الفرماج يلصق لنا فوق هذيك لا كريم فريش. هنا اللي ما تكونش عندها كريم فريش دير البيشاميل، تصنع فيها بيشاميل هي ودير بها. من بعد تاني هنا غادي نزيد ندير هذاك الفرماج تاع كاريات. هنا اللي ما عندهاش فرماج كاريات دير غير الجبن المبشور. فوالا ومن بعد نزيد ندير تاني الفرماج تاني هذا من الفوق فرماج رابي. كي نكمل كاع ندير الفرماج رابي نشعل الكوشه ونخلي داك الخبز تاعي يتحمر من التحت، ومن بعد نشعل عليه من الفوق داك الفرماج يذوب كاع وتشوفوا معايا النتيجه الاخيره. فوالا لا غوسيت تاع اليوم كروك مسيو. الله يبارك جا ما شاء الله. شاهدكم في الجنه ومتوحمه تسمح لي يجي علامه علامه مفرمج هكا مشمخ ديك الكريم فريش والفرماج وكاع. كان الواحد يكون عيان ماشي قاد يطيب وكاع ولا هكا كاش خرجه خفيفه هكا ولا يوجد بالخف ويجي بنين علامه علامه. هنا غادي نقسم لكم الحبه تشوفوا. وكي تدخلوا البلاط تاعكم للكوشه تاع داك الخبز يتحمر السهل خاطرش يتحمر بالخف باش ما ينسردلكمش. شوفوا الله يبارك. شاهدكم في الجنه. فوالا هاي هي الوصفه تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم ونتمنى تجربوها ونتمنى نتلقاكم الوصفه القادمه بخير وعلى خير. تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف والسلام عليكم.